عليكم، وإن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. طبعًا أنتم عارفين يا بنات إنه إحنا كثرة ما نستخدم الرموش الأسبوعية، الرموش الأسبوعية والرموش الشهرية، رموشنا بتتساقط مرة كثير. أنا اليوم باقول لكم على طريقة تكثف لكم الرموش، الطريقة هذه من الطب الشعبي القديم. أول شي يا بنات تجيبوا الزعفران، شفتوا الزعفران؟ أيوه الزعفران اللي ينحط مع القهوة، تجيبوا الزعفران وتنقعونه مع موية ورد. الزعفران يتنقع مع موية ورد. بذور الشمر، أيوه بذور الشمر تطحنونه مرة كويس، البذور الشمر اللي هو اليانسون، بذور الشمر اللي هو اليانسون تطحنونه وتخلونه ناعم، وتضيفون عليه الزعفران، بذور الشمر مع الزعفران يتنقعوا بموية ورد، مع موية ورد مرة كويسة. ثمن يا بنات ينضاف عليه شوية مرة من العسل، أهم شي يا بنات المكونات تكون أصلية عشان تلقون عليها النتايج. العسل تضيفونه وتحركونه. ثمن يا بنات تبدأوا تغسلوا عينكم فيه. ترى الزعفران يا بنات مرة كويس للناس اللي نظرهم ضعيف، أو اللي بدأوا يعني أعوذ بالله الله يعني يشفينا وإياكم، للناس اللي مثلًا نظرها ضعيف، للناس اللي مثلًا شوية وخلاص بدأت تنعمي، تنقِّع الزعفران وتحطّه على عينها. الزعفران يا بنات يساعد على إنه هو يرجّع النظر، مستوعبين؟ حتى هذه الخلطة حلوة تستخدمونها برضه للناس الكبار اللي ممكن بدأوا يفقدوا النظر، أو يعني أو إنه بدأ يخف معاهم النظر. هذه الخلطة يا بنات تحرّكوها كلها وتكحّلوا مو تكحّلوا عينكم، تكحّلوا عينكم فيها، تستخدمونها زي المسكرة، تجيبوا مثلًا gloves وتحرّكوها كده تغسلوا زي عينكم فيها. كويسة إنها تقوي النظر، وكويسة إنها تطوّل الرموش. بنات استخدموها لمدة شهر وأباكم تكتبوا لي هنا في الcomment.